يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والعاقبة للمتقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله المطهرين وصحابته نجوم الدين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وحسن الختام عند انتهاء الأجل. قال المؤلف رحمه الله، ونفعني الله به وبكم آمين. ينقل لنا رحمه الله أقوال بعض العارفين ما يتعلق بفضل ذكر رب العالمين، بعد أن ذكر لنا رحمه الله بعض الآيات الواردة في فضل الذكر، وبعض الأحاديث الواردة في فضل الذكر، وأقوال بعض العلماء، وختم ذلك بأقوال بعض العارفين الذين لهم الاختصاص والخصوصية في ذكر الله تبارك وتعالى. والآن مع أحد العارفين الذي ألف كتابا سماه قواعد التصوف. هذا الكتاب للعارف أحمد زرقوق رحمه الله، جعل للتصوف قواعد، كما غيره جعل للغة العربية قواعد، وكما جعل غيره للفقه قواعد، وهكذا. فإذا كل علم له قواعد وله أصول يبنى عليها. فيقول أحمد زرقوق رضي الله عنه ورحمه الله ما يتعلق بفضل الذكر. يقول أحمد زرقوق رحمه الله في قواعده: الخواص ثابتة في الأقوال والأفعال والأعيان، وأعظمها خواص الأذكار، إذ ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، وقد جعلها الله للأشياء كالأشربة والمعاجين في منافعها، لكل ما يخصه، فلزم مراعاة العام في العموم، وفي الخاص بما يوافق حال الشخص رحمه الله. هذا ما ذكره أحمد زرقوق في قواعده. وهذه قاعدة: الخواص ثابتة، الخواص ثابتة. ربنا عز وجل قال: يختص برحمته من يشاء. والله عز وجل يخص من شاء بما شاء. ولله خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص.
والأمثلة مطروحة وملموسة ومشاهدة نتعايش معها دائما وأبدا. فالزمن كله زمن. ربنا عز وجل خلق الليل والنهار، جعل منهم يوم، من اليوم عم يتشكل اسبوع، من الاسبوع شهر، من الشهر من الاشهر سنة، من السنين القرون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. لكن عجب، هذه الأشهر كلها بدرجة واحدة. الله قال منها 4 حرم. إذن خص 4 أشهر من الاثنى عشر، من الاثنى عشر شهر، خص بعض الأشهر. الشهر الواحد أيامه كلها واحدة. يوم الجمعة له خصوصية. الليالي، ليالي 10 ذي الحجة، ليالي 10 رمضان الأخير، ليلة القدر، إلى خصوصيات. إذا معناها الأزمنة فيها خصوصيات. مين اللي خصص هالزمان عن هالزمان؟ ليش ليلة القدر خير من 1000 شهر؟ مين اللي جعل فيها الخصوصية؟ أنا وإنت لما الله بنقدر بنقول له يا رب ليه جعلت ليلة القدر فيها الخصوصية؟ شو إن علاقة ودخل نحن في ترتيبه وخلقه وفي تخصيصه؟ ما لنا علاقة نحن. الله هو العليم الخبير، يضع الشيء في محله. الأماكن، الله جعل أرض وجعل سماء. عجب، الأرض بقاعة كل واحدة. ليه جعل المساجد لها خصوصية عن باقي البقاع؟ المساجد مثل الأسواق. ليش المسجد ما بيصح يدخله الجنوب؟ ليش ما بيصح يبيع الإنسان ويشتري فيه؟ ليش ما بيجوز ينشد الضال فيه؟ إذا مين اللي جعل هالبقاع له حرمة وله خصوصية؟ المساجد كلها مثل بعضها؟ لا. ليه المسجد الحرام له خصوصية، المسجد النبوي له خصوصية، المسجد الأقصى له خصوصية؟ مو أماكن، هي بقاع. إذا معناها خصوصية الأماكن كمان هي راجعة إلى الله. بنقدر نقول له يا رب ليه جعلت الكعبة هون، وليه خصصت هيك هذا المسجد؟ لا، هو العليم الخبير. خصوصيات الأشخاص، الرسل كلهم رسل. عجب، ليش ما كلهم درجة واحدة؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ليه؟ في من الرسل أولي العزم، أفضل المخلوقات وأفضل الرسل وأفضل الكائنات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بنقدر نقول له ليش خصصت زيد وعمر؟ لا. هذه الأمة المحمدية مو الله جعل له خصوصية عن باقي الأمم كلها؟ القرآن الكريم له خصوصية عن سائر الكتب السماوية. إذن الخصائص ثابتة في كل شيء. كل شيء فيه خصوصية، واللي عم يختص هو الله عز وجل. إذن أنا وأنت ما لنا دخل. ولذلك ما بيجوز أنا أحسد واحد الله عطاه خصوصية. ليه؟ لأنه ليه بدي أحسده أنا؟ ليه هالإنسان هو جاب الخصوصية لنفسه لما الله خصه فيها. أنت لما بتحسد واحد إن كان خصه بمال أو خصه بعلم أو خصه بجاه أو خصه بشيء، لما عم تحسده أنت تعترض على الله في فعله، تعترض على الله في تخصيصه لزيد وعمر. ولذلك الحسد يتنافى مع الإيمان. كيف أنت مآمن بالله وأنه الله بيده كل شيء وقادر على كل شيء ويفعل ما يريد، وأنت عم تعالجه وبتعترض عليه ببعض الخصائص؟ ليش عطى فلان وما عطاني؟ ليش أكرم فلان وما أكرمني؟ ليش خص فلان وما خصني؟ ليه؟
الخصائص ثابتة في الأقوال والأفعال وكل شيء، كل شيء في هالوجود في هناك خصائص. هلا الاختصاص هذا صار الآن مجاله واسع. الطب أول كان اسمه طب، هلا صار في اختصاص عام وخاص. هذا مختص مثلا بالباطنية، هذا مختص بالقلب، هذا مختص بالعظام، هذا مختص بالأعصاب، هذا مختص بالجلدية، كمان هذا مختص بالرأس نفسه، في له كمان نفس الأنف وحده في عدة اختصاصات، العين في إلى عدة اختصاصات، الأذن إلى عدة اختصاصات. هي معروفة بالعلم الثقافي. هذا والله مختص بالثقافة الدينية، هذا بالأدب العربي، هذا مختص بالتاريخ، هذا بالجغرافيا، هذا باللغة الأجنبية، هذا إلى آخره. معهد كل واحد له اختصاص. فهمنا كيف؟ فهذه الخصائص العامة والخاصة هي مواهب إلهية ومنح إلهية. وقد يوجد خصائص في هذا الكون لكن مستورة. الخصوصيات البشرية مستورة بالصفة البشرية. هلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول، في خصوصية الرسالة، لكن المغطي عليها الصفة البشرية. أدركها المؤمنون فآمنوا به كرسول، أما الكفر كأبي جهل وغيره ما آمن فيه كرسول، ما أدرك الخصوصية، نظر إله كصفة بشرية. العارفون بعض الناس بيدركوا الخصوصية اللي فيهم، وبعض الناس بينحجبوا ببشريتهم، بيظنوا رجل عادي مثل باقي هالناس كمان، وهكذا. إذن الخصائص ثابتة، لكن بقى بدها كشف. بيكشفها اللي الله عطاه وسائل للكشف. الأذكار كل أذكار، كل أذكار. قديش في عنا أنواع من الأذكار، كل ذكر له خصوصية بشيء وإله فعالية بشيء. هاي مين بده يكشفها؟ اللي الله عطاه ايش سر هالذكر، انه هذا لخصوصية كذا، عجب هذا عام مما خاص. هلا ما في بالاذكار في اوراد عامة وفي اوراد خاصة، صح؟ ايه، هاي مين بده يعطيك اياها؟ ما بيصير انت لحالك. ومين بده يعرفك هاي لخصوصية كذا وهي لخصوصية كذا؟ اللي عنده معرفة. هلا نحن لما بنروح على الطبيب وبيوصف لنا دواء، عجب ليش انا بيجي على الصيدلي ما بقول له خيو ليك فيها الدواء على ايش المكان هذا عطيني اياه، ما بده يقول له الراشيته شو اسمه اللي بدك اياه انت. انا ما بفهم فيه، واذا الصيدلي بيعرف هذا الدواء والطبيب عطاني هالدواء اللي فيه سر مشان هالداء اللي معي. كمان الاذكار ما بيصير الانسان يسحبها لحاله، في الاذكار العامة يصطفل فيها انت، اما تكمش مثلا اسم من اسماء الله او نوع من انواع الذكر وتسحبها بالالافات وتاخذها ورد، قد انت ما تهضمها، قد انه تأثر عليك ولا تدري. ولذلك هي بدها اخصائي. هلا الدواء مو نافع، اعطاك الطبيب الدواء هذا قال لك كل يوم تشرب معلقة وحدة، ليه انت ما بتشربه بيوم واحد كله؟ والله اذا شربته كلاته بجوز يقتلك الملا، مع انه اسمه دواء. ليه خصص لك؟ قال لك هذا كل ساعة كذا وكل فترة كذا. هذا خصوصية، الخصوصيات ثابتة. هذا خصوصيته يؤخذ بدرجات،
وهكذا. إذا معناها الذكر له خصوصية، وفهمنا نحن سابقا شو له فوائد وشو له منافع الذكر. ولذلك الذكر هو اللي بينقذ الإنسان من الغفلة، فيها الخصوصية، بينقذ الإنسان من الغفلة. والغفلة هي السبب في دخول الإنسان النار، وفي دخوله في حظيرة الغضب، مو في حظيرة الرضا، لأنه الغفلة عن الله هذا سم قاتل، وبتسبب له بقى المعاصي، وبتسبب له المخالفات، وبتسبب له الانحرافات، بتسبب له الشذوذات، تؤدي بقى بعدين به إلى النار، لأنه بتنقص الإيمان. الإيمان ينقص بالمعاصي ويزداد بالطاعات. الإيمان يزيد وينقص بإيش بيزداد وبيتكمل؟ بالطاعات، بالأذكار. بإيش بينقص؟ بالغفلة وبالمعاصي والمنكرات. إذا ذكر الله عز وجل له خصوصية كبيرة، وربنا أعلن عنها: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله أكبر. إذا اطمأن القلب أنا شو بستفيد؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا اطمأن القلب اطمأنت النفس. وربنا شو قال للنفس؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إذا ذكر الله بيخلي القلب يطمئن من إيه؟ من الخواطر والوساوس الشيطانية، بيبعدها، لأنه الشيطان يضع فمه على قلب ابن آدم، فإذا نسي التقم قلبه، وإذا ذكر خنس. فلما نحن منحصن قلبنا بذكر الله معناها طاب القلب، طابت النفس، طابت الأعمال. سلام عليكم طبتم فادخلوها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله قلب سليم، سليم من الأغيار، من القدورات، من وبس نطمئن القلب تطمئن النفس. والنفس هي معروفة، هي والعياذ بالله إلى مراتب النفس. ولذلك بيعبروا عنها انه النفس هي 7 درجات او 7 انفس. اول واحدة النفس الامارة بالسوء، والنفس الثانية النفس اللوامة، والنفس الثالثة الملهمة، والنفس الرابعة المطمئنة، والنفس الخامسة الراضية، والنفس الثامنة المرضية، السادسة، والنفس السابعة الكاملة، النفس الكاملة. فايمت هالنفس هي بتكمل وبتصير قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ايمت لما الانسان بقى بيمشي بذكر الله. حتما ذكر الله مثل ما قلنا علاج ودواء، ما بصح ياخذه لنفسه، بده طبيب. ولذلك الاذكار والاوراد بدها مرشد يعطيك على حسبك، بيزود لهاد، بينقص لهاد، كل واحد له علاج، لانه المرضى مو كل واحد. ولذلك قد المريض يراجع الطبيب يعطي دواء، الثاني يعطي دواء اخر، فمو كل المرضى بيعطيهم بنسلين 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 على الماشي.
معناها وين خصوصية ايش؟ هالطب اذا كان كل مريض بن سليم بن سليم ما بيمشي الحال. كل واحد نفسه لها علاج. هذا نفسه بأي درجة؟ في نفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. في نفس لوامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. في النفس الملهمة، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. عجب، شو أوحى الله؟ أوحى وحي تشريع؟ لا، وحي إلهام. وأوحى ربك إلى النحل، شو أوحى لهم؟ وحي تشريع. لما وحي إلهام، ألهموا للنحل كيف يتخذوا هالقرص العسلي هذا وهالبيت وإلى آخره، فهمنا كيف؟ وهكذا هي النفس الملهمة بصير الله يلهمها دائما الخير، لأنه اتربت وتزكت، صارت مثل المطار مفتوح لكل نفحة تهبط بمطار النفس الملهمة، لأنه مفتوح متوجه إلى الله. بتصير مطمئنة، خلاص أصبح عند الطمأنينة الكاملة لكل مجال الأقدار الإلهية عليها. فإذا اجتها نعمة أو اجتها نقمة، هاي مثل هاي، لأنه المصدر واحد وهو الله. هو بعث النعمة وبعث النقمة، ما دام المصدر واحد، هاي موقفي مثل هاي مع هذا العطاء أو هذا المنع أو هذه الشدة أو هذا الرخاء. هي مو سهلة، مو سهلة قضية طمأنينة النفس. لما بتوصل لهالدرجة بتصير راضية، يعني رضيت عن الله في كل تصرفاته بدون أي انزعاج وبدون أي كدر وبدون أي غم أو هم أو إلى آخره. إذا صارت راضية كانت مرضية، رضي الله عنها، رضيت عنه فرضي عنها. عند ذلك أصبحت النفس الكاملة. إذا معناها ذكر الله هو اللي بده يدرج هالنفس بهالدرجات مع المذاكرة دائما والمجاهدة وهكذا، ومع بقى إشراف الطبيب الأخصائي اللي الله خصصه بأمراض النفوس. مثل هناك أطباء مخصصين بأمراض إيش؟ الجلد وأمراض الهضم وأمراض التنفس وأمراض العظام وأمراض الأعصاب وأمراض البصر وأمراض السمع وأمراض. في كمان هناك من خصوا بهذه الأمراض المعنوية، فبيعالجوا فيها كل بأذكار إلهية وأدوية نبوية. وإذا الإنسان عم يترقى، إيه والله بس بده يكون عنده ثقة بالطبيب واستسلام. أما إذا ما له ثقة بكل هالطبيب ولا عنده استسلام لتوجيهاته، هذا بيعيش 50 سنة وبيبقى على حاله مريض، وما بيحسب انه الحق عليه. بيقول والله انا صار لي 50 سنة بهالمرض وما تخلصت. بيحط الحق بقى على الطبيب او بيحط الحق على المستشفى، مثل بعض السالكين. والله انا صار لي بالطريق 40 سنة و30 سنة، ايه ولسه على حاله. معناها الحق على مين؟ الحق معناها على الطريق وعلى الشيخ. مين قال لك؟ ليه ما بتحط الحق على نفسك انت؟ في وصية طبقتها، في ورد أديته كما ينبغي، في قلب وجهته هيك توجيه كامل واستفدت واغتنمت الأوقات والمجالسات والسويعات لما كنت انت مع هواك وبدك توصل لما تريد. وهذا صفة العاجز، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فالوقت يا أحباب والله عم يمر،
وما بقى ينتظرنا، عبيمر. امبارح امس غير اليوم، من امس لليوم راح من عمرنا يوم، ونحن ما نضمن غير الساعة اللي نحن فيها. بيقولوا الصوفي ابن وقته، هاللحظة الآن هي نحن فيها، الماضي ذهب والمستقبل هذا مجهول. بعد لحظات بنكون من الأموات من الأحياء، الله أعلم. إذا معناها أنت يا سالك بدك تغتنم الوقت. الوقت هذا هو رأس المال، تغتنم اللحظة، تغتنم النفس، ولا تروح العمر هكذا سدى وتسوف لليوم ولبكرة ولبكرة ولبعد بكرة. انت التزم بخطك واقرأ اورادك كما ينبغي، ودائما راجع طبيبك شو بوجهك، وافتح له قلبك وذاكره بكل ما يحدث معك من هذه الامراض القلبية والعيوب النفسية، مشان ايش؟ يعني تتعاون انت وياه على تخليصها من نفسك، وبعد ذلك بتشوف عجب صار في افادة لما ما صار. وبعدين والله بدك تجي ما بده يكون نيتك التجريب، هذا ما بده تجريب. واللي بيجي ونيته يجرب بجوز الله ما بيفتح عليه ولا بيعطيه نسمة. ليه؟ لانه معناها من الاساس مو مخلص. وان كان شيوخنا السابقون قالوا يأتي ولو بالتجريب فله منا نصيب. النصيب انه انت ما دمت جالس معهن عم بتشم الروائح الطيبة، عم تتأثر انت نفسيا، لكن بقى ما بتاخد معك شيء يدوم معك، بيكون كله هي فائدة وقتية. وبعدين اذا اجت ساعة قبول من الله، وراد الله عز وجل يزجك فيها الايش؟ البوتقة، وتنصهر انت في هاللحظات وتنقلب رأسا على عقب، فالله قادر على كل شيء. ونسأل الله عز وجل ان يلهمنا الرشاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. والآن نستمع إلى هؤلاء المحبين المنشدين، وعلينا نحن نحضر قلبنا ونوجه روحنا ولساننا يشتغل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما كان. اللهم صل وسلم على الذات المحمدية، واغفر لنا ما يكون وما كان. يا رسولا قد حباني حبه فضلا ومن. يا رسولا قد حباني حبه فضلا ومن. جد علينا بالتداني، جد علينا بالتداني. نرتجي منك المنن. ذبت شوقا وغراما فيها والبدر الحسن. ذبت شوقا
شوقا وغراما فيها والبدر الحسن تجري منه ابتسامة تجري منه ابتسامة من له روحي ثمن من سهاد وأنير رقني الصخر وأن من سهاد وأنير رقني الصخر وأن الطير حنيني